هو كاسكو غالي ولا رخيص؟ ناس تقول كاسكو ده ارخص محل في كندا وامريكا، وناس تقول كاسكو ده خدعه. ده انا بدخل اجيب كرتونه بيض بطلع صارفه $500. النهارده هقول لكم على شويه تيبس تعرفوا تحكموا بيها هي الحاجه في كاسكو بجد ارخص من بره ولا ممكن تبقى اغلى. وبعد كده هنلف لفه وهقول لكم على شويه منتجات اكيد ارخص في كاسكو، ومنتجات تانية لازم نفكر، ومنتجات ما بتبقاش ارخص في كاسكو. خليكم معايا. حاجتين مهمين قوي لازم نخلي بالنا منهم. اول حاجة ان احنا هنقسم الحاجات اللي في كاسكو لحاجات بتبوظ وحاجات مش بتبوظ، يعني غالبا اكل ومش اكل. والحاجة التانية المهمة ان احنا هنشوف احنا المنتجات اللي بنقارنها باللي زيها بالظبط، ولا بنقارنها بحاجات تانية ممكن تبقى حجم او جودة مختلفة. تعالوا اوريكم قصدي ايه. يعني مثال، لقيت الميسيلار واتر بتاعت جارنيه بيتباعوا اتنين مع بعض، الواحدة 700 ملي، الاتنين ب $25. يبقى أنا عشان أعرف إذا كانوا دول غاليين ولا رخاص لازم أقارنهم بالميسيلار واتر بتاعت جارنيه مش أي ماركة تانية. ولازم كمان أخلي بالي من الحجم، الإزازتين دول حجمهم 1400 ملي، فلو اللي بيتباع بره هي الازايز الحجم العادي اللي هي مثلا 50 ملي او 100 ملي، لازم كمان اوحد وحده القياس، يبقى ال 100 ملي هنا بكام وال 100 ملي بره بكام. مش معقول هقارن كل دول بسعر الازازه الصغيره اللي بره واقول دول غاليين. الحاجه الثانيه كمان اللي تساعدنا في المقارنه ده زيت الزيتون اللي انا بستعمله. فطبعا معروف انه زيت الزيتون اللي محفوظ في ازاز ولونها غامق الجودة بتاعته أحسن بكتير من زيت الزيتون اللي محفوظ في إزازة بلاستيك شفافة. فدي كمان حاجة أخلي بالي منها وأنا بقارن، لأن هتلاقوا إن كاسكو نفسه عنده أكتر من نوع زيت زيتون ومش كلهم بنفس السعر. فعشان تعرفوا هو فرق السعر ده جاي منين لازم تخلوا بالكم من الحاجات دي. تعالوا بقى نبص شوية على حاجة مختلفة، الحاجات اللي بتبوظ. الافوكادو لو بتشتروه بالواحدة من اي ستور هتلاقوا ان هو تمنه تقريبا الواحدة $2. دي هنا بتتباع في كاسكو فيها 6 افوكادو ب$10، يعني سعرها 10 بدل 12، يبقى هي كده نظريا ارخص. بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا، لو انا استهلاكي مش 6 افوكادو، فلو الافوكادو ده انا اكلت 3 والتلاتة التانيين باظوا واترموا لانهم اكتر من استهلاكي، يبقى انا كده دفعت $10 في 3 افوكادو مش في 6، لان انا بدفع قيمة اللي استهلكته فعلا مش الكمية كلها اللي جبتها. في الحالة دي وقف عليا الافوكادو اغلى من لو بشتريه بالواحدة من السوبر ماركت. حاجة تانية مهمة بالذات في الاكل وبتفرق قوي في السعر هي بلد المنشأ. انا هنا واقفة في كاسكو قدام البرتقال واليوستفندي، دول من المغرب. هتلاقوا الموالح اللي جاية من المغرب ومن مصر ممكن جدا تكون أغلى من اللي جاية من دول تانية، بس ده لأن فعلا جودتهم أعلى وطعمهم أحلى. فدي حاجة تانية كمان نبص عليها بالذات في الفاكهة، إن الفاكهة ممكن تبقى أغلى بس لأن طعمها أحلى. بالصدفة لقيتهم بيعملوا سامبلينج للبرتقان المغربي، يا جماله. بس مش هقدر افوت الفرصه من غير ما اقول لكم ان مصر من اكبر الدول في تصدير البرتقان تحديدا، وساعات البرتقان المصري بيبقى موجود في كندا وبنلاقيه بس في الموسم بتاعه. تعالوا بقى دلوقتي نلف لفه في كاسكو واقول لكم ايه اكتر حاجات بتوفر، وايه الحاجات اللي لازم نحسبها، وايه الحاجات اللي كتير قوي بتبقى اغلى. في المركز الاول على الاطلاق لاحسن سعر في كندا هي فرخه كاسكو المشويه. الفرخه كامله ب$8، دي ارخص من الفرخه النيه. بس احنا هنا بنتكلم بس على السعر، احنا ما بنتكلمش اذا كانت هي اختيار صحي ولا لا. ناس كتير بتشوف ان الفرخه دي مش صحيه لانها بتنزل من على الشوايه وهي مولعه زي النار تتحط في كونتينر بلاستيك، لكن لو هتجيبها احنا النهارده بنتكلم عن السعر، دي ارخص فرخه مشويه في كندا. في المركز الثاني اي حاجه مش بتبوظ واستخدامها متكرر، زي مثلا ورق التواليت وورق المطبخ، ده كده كده احنا بنستعمله مش بياخد مساحه تخزين كبيره، فهو دايما هتلاقوه في كاسكو ارخص. معظم الاكل المجمد كمان في كاسكو هتلاقيه ارخص. بس هنا لازم نخلي بالنا من حاجه بقى مهمه، ان الاكل ليه تكلفه التخزين. يعني الستريبس دي دول كيلو ونص ب $18، هم كمان دلوقتي عليهم اوفر ب $14 كيلو ونص ستريبس. الستريبس دي انا بحطها في الفرن وبعملها الفارس في المدرسه، يعني بستعملها من مره لمرتين كل اسبوع فبتخلص على طول. لو انا بستعملها مره كل اسبوعين، فانا لو فضلت اجيب من كل الحاجات احجام كده
انا في الاخر مش هيبقى عندي مكان اخزن، هضطر اجيب فريزر اكبر. يبقى كده احنا دخلنا في كوست تاني. اول حاجه هتقعد، وبرده حتى الحاجات المجمده ليها صلاحيه، فبعد 3 شهور مثلا هتترمي. في بقى حاجات هي بجد رخيصه وارخص من اي مكان بس ما ينفعش تتجاب في البيت. يعني علبه الشاي دي فيها 300 تي باج. انا فاكره جبت واحده اول ما جيت كندا، لسه خلصانه من قريب، بس على بال ما خلصت بقى كانت الطعم راح والريحه راحت، ما بقتش زي ما اتفتحت. فدي هي ايوه، انت مش هتلاقي الماركه دي بالسعر ده بالكميه دي غير في كاسكو، بس نفس الكلام هتستهلكها كلها ولا لا؟ دي بقى تنفع اكتر للمؤتمرات، للتجمعات الكبيره، لكن للاستهلاك العادي يعني لازم تبقوا بتحبوا الشاي قوي. لو انتوا بقى لسه عندكم اطفال وبتستهلكوا دايبرز يعني حفاضات او وايبس، فانا عايزه اقول لكم بقى سر، ان ماركه كيركلاند بتصنع الحفاضات بتاعتها في المصانع بتاعه هاجيز. يعني هي بالظبط، بس هتلاقوها بتتباع في كاسكو. طبعا كيركلاند ارخص من هاجيز، وحتى هاجيز اللي بتتباع في كاسكو هتلاقيها بتتباع ارخص من اللي بره، لانها عبوات كبيره وفيها عدد دايبرز كبير، بس طبعا مش اكتر من قدره ابنائنا على الانتاج. وطبعا نفس الكلام بينطبق على المنظفات، سواء بقى للاطباق، للغساله، لغساله الهدوم، كل المنظفات بشكل عام هتقارن نفس الماركه نفس الحجم ببره هتلاقيها موجوده في كاسكو ارخص. وطبعا من اكتر الحاجات اللي كاسكو مشهور بيها ان هي سعرها ممتاز عنده هي كل المالتي فيتامينز، سواء ماركه كيركلاند او الماركات التانية اللي هي البراند نيمز. قبل ما نتكلم عن الحاجات اللي لازم نخلي بالنا هي بجد موفره ولا ممكن تبقى اغلى من بره، عايزه اوريكم حاجه في الالكترونيكس. الكاميرا اللي هي الدي جي اي اوسمو بوكيت 3، ودي بالمناسبه الكاميرا اللي انا بصور بيها، نازله حاليا عند كاسكو بسعر خرافي. الكاميرا بالاكسسوارز بتاعتها اللي هي اسمها الكرييتور باندل ب $590 كندي بلس تاكس، لمجرد ان الاوسمو بوكيت 4 نزلت خلاص، فهم بيبيعوا الموديل اللي قبلها بخصم مش طبيعي. وعايزه اقول لكم لو انتم مهتمين بالتصوير هاتوا دي، ما تجيبوش الاوسمو بوكيت 4 لو بتدوروا على اوبشن يكون افوردبل وفي معظم الامكانيات اللي في الاوسمو بوكيت 4. نفس الكلام برضو على النينجا كريسبي اير فراير، انا لسه جايباها بس لسه ما جربتش استعملها. هتلاقوها منزلينها في كاسكو دي ب $160 علشان النينجا كريسبي برو نزلت. وبالمناسبة اللي في كاسكو هي الوحيدة اللي بتتباع معاها 3 كونتينرز مش 2 زي لو جبتوها من اي مكان بره. الحاجة برضو اللي ما اتكلمتش عليها بس دي دايما في كاسكو ارخص هي الجاز، البنزين. اي مدينة انت فيها قارن سعر الجاز في كاسكو باي بنزينه تانية هتلاقي كاسكو ارخص. وعايزه اقول لكم ان هو ارخص يعني significant amount. يعني انت لو على طول بتحط بنزين من كاسكو هتلاقي ان انت اخر الشهر محوش رقم او موفر رقم. بالمناسبه كاسكو كمان سعره ممتاز في سبايك الذهب والفضه، بس خلي بالك ان الذهب والفضه كاسكو بيبيع بس ما بيشتريش. تعالوا بقى نخش على الحاجات اللي لازم نشغل مخنا عشان نعرف هي بجد ارخص ولا اغلى. اول حاجه اللحمه والفراخ. اولا اللحمه دي امزجه، فانت لازم اصلا تتاكد انه هي اللحمه دي هتعجبك ولا مش هتعجبك. الحاجه التانية ساعات كاسكو بقى بيبقى مخادع، عشان انت مثلا بتلاقيه بيبيع حته لحمه كبيره قوي على بعضها، لكن لو جيت بصيت على السعر هتلاقي ان السعر المحطوط مثلا $9 بير 100 جرام، حتى مش الباوند، يعني معناها ان الكيلو ب $90. وبرضه اتفقنا ان في حاجات معتمده على الاستهلاك، كل ما هو حاجات فريش، المخبوزات، الخضار، الفاكهه، السلطه، احنا كام واحد، استهلاكنا قد ايه، والكميه دي هتقعد عندنا قد ايه، وهنستهلكها كلها ولا في منها هيبوظ ويترمي. تعالوا بقى نشوف شويه الحاجات اللي ما بتكونش رخيصه خالص عند كاسكو مقارنه ببره. اول حاجه الحاجات الموسميه، يعني انا مثلا فاكره كويس قوي وقت الكريسماس كانت شجره الكريسماس عند كاسكو $1000، اللي زيها بالظبط نفس الطول ونفس عدد الفروع والنور وكل حاجه كانت في اماكن تانية في رينج 400. برضو مثال للحاجات الموسميه السان سكرين، هتلاقوهم بيتباعوا 3 مع بعض، فطبعا ارخص من بره. لكن لو احنا ما استهلكناهمش في الصيف نفسه، السان سكرين بالذات ممكن على بال الصيف اللي بعده تلاقوه شويه بقى مماي كده، فترموا الباقي وتشتروا جديد. فبرضه دي من الحاجات اللي نخلي بالنا منها، احنا هنستعمل قد ايه منها. الحاجات بقى اللي بجد بحس كاسكو حاططها لنا علشان يستنزف فلوسنا، الحاجات بقى دي بقى اللي هي يعني ايه دي بالذمه، ايه دي يعني انا هشتري دي ليه؟
ليه بجد؟ هعمل بيها ايه؟ ما احنا بنكومهم في الاخر وبنرميهم. اكتر بقى حاجات بجد بنصرف فيها سناكس جديده نازله فنجربها، شوكولاتات جديده عايزين نجربها، لبس ما حدش هيلبسه بس عشان هو رخيص بنجيبه. المهم يعني طبعا كاسكو فيه الاف الايتمز، انا مش هقدر اكفر كل حاجه. لو انتوا عايزين تسالوا على حاجه تاني قولوا لي واكتبوا لي ايه اكتر حاجه بتصرفوا فيها في كاسكو، وازاي بتحاولوا تسيطروا على الفاتوره. الفيديو الجاي بقى هنعمل تحدي كاسكو، هندخل واحنا معانا لستة مشتريات ونشوف هنلتزم بيها ولا هنطلع صارفين كام.